يعني لازال من فترة شفت هيك من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بيحكوا إنه وين ما نلف بعمان بكتير من الشوارع عم بيلاقوا بن معروف دائما موجود، وعم بيكون مناسب للي بيحب يشتغل مثلا منه، للي بيحب يقعد يعمل هيك جمعة مع أصحابه. عن جد عم بيكون له كتير هيك تواجد، وعم بيكون في فائدة كتير للناس يعني يروحوا يقعدوا فيه. طبعا للي بده يدرس، اللي بده يروق يشرب قهوته. 100%. واحنا كمان بنقول لهم انه حتى صباح الخير يا اردن نقدر نصورها من بن معروف اكيد. وهذا الاسم العريق يا جماعه هو احد شركات مجموعه ابو عوده اخوان، واحنا اكيد سعيدين باستضافه مدير عام المبيعات والتسويق الدكتور انس ابو عوده. يا صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الورد، يسعد صباحكم جميعا. بدايه اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. احنا اليوم في معروف كافيه بفرع عبد الله غوشه، وهذا من الافرع الحديثه اللي انشاناها، واكيد شرفتونا. يعني بيزيدنا شرف وجودكم اليوم وتصوير صباح الخير يا اردن من احنا دائما بنكون ببن معروف بنكون سعيدين طبعا ومبسوطين. اذا بنبلش حديثنا معك، خلينا نحكي هيك شوي او تعرفنا بمجموعه شركات ابو عوده اخوان. هلا احنا مجموعه من الشركات. نعم. بدي ابدا بشركه ابو عوده اخوان. شركه ابو عوده اخوان عندها العديد من العلامات التجاريه. عندنا علامة مندي وهي مخصصة لأرز بسمتي، وإحنا موجودين بعدة أوزان بالسوق الأردني، وموجودين كمان بالكريمي والجولدن. الجولدن بروح أكثر المطاعم، هو مخصص للزرب لأنه بتحمل نار أكثر. وعندنا الكريمي اللي هو بيستخدمه المستهلك في بيته بعدة أوزان، 4 كيلو و2 كيلو و900 غرام. وعندنا منتجات الباشا المتعددة. عندنا مجموعة من البقوليات اللي هي الحبوب متوفرة في السوبر ماركت وبالمؤسسة العسكرية وبالمولات وبالهايبر ماركت. وعندنا كمان مثل الرب البندورة، عندنا الحلاوة والطحينية، وعندنا جميد الباشا. وإحنا من أول الناس اللي عملنا هوية للجميد الحب بالأردن. الجميد في الأردن سابقا ما كان له، ما يطلق عليه اسم، كان يعني متعارف عليه، حتى بيحكوا بالرطل، أعطيني رطل جميد. بسنة 97 عملناه بطريقة الفاكيوم، لأنه الجميد بطبيعته أنه بينشف، فبخس وزنه لما تبيعه للسوبر ماركت. فكان السوبر ماركت يشتري مثلا الجميد على سبيل المثال 10 كيلو، بعد فترة يلاقيه مثلا 9 كيلو، فهو كان عنده مشكلة. فوجدنا الحل بعمل الفاكيوم للجميد الحب بطريقة أنه يحافظ عليه وما يخس وزنه. وعملنا حتى الباكجينج كمان بطريقة بريزنتبل، بشكل بوكس بلاستيك ينعرض كمان كديسبلاي للزبون. وعندنا الجميد السائل كمان الباشا، واحنا بنعمله بطريقه التتراباك كمان. عندنا كمان من منتجاتنا الحلاوه والطحينيه كمان موجوده بالسوق الاردني. عندنا مجموعه من بسميها الخلطات احنا، زي الكاكاو والنشا وخلطه الفلافل، وعندنا الكاستر، وعندنا لقمه القاضي وهاي الاشياء بالضبط. فاحنا موجودين بالاردن من شمالها لجنوبها بكل نقاط البيع. بالاضافه كمان بنصدر منتجنا عدة دول مثل أمريكا وكندا ودول الخليج. ما شاء الله. يعني هذا جزء بسيط عن المنتجات. احنا منتجاتنا متعددة وأوسع من اللي ذكرته، بس يعني هذا الأشياء الأساسية اللي بنشتغل فيها ما شاء الله. يعني احنا عن جد كمنتجات فخورين. الباشا. بس بدي أضيف المنتج الجديد بعد إذنك. أكيد، لك بدي أسألك عنه، سبقتني. احنا مؤخرا ضفنا منتج جديد، مشروب غازي اسمه كنزة. صحيح. وكنزة هو منتج مصنع بالسعودية، وبتميز انه بالكواليتي العالي وشهادة المستهلك. طبعا عندنا مجموعة نكهات زي الكولا، الليمون، البرتقال، وعندنا الكولا كمان الديت، وعندنا الليمون الزيرو، وعندنا كمان الووتر اللي هي الصودا. واضفنا جديد مؤخرا نكهتين جداد اللي هم انا حاب على الكاميرا اظهرهم، ما بعرف اذا جايين معنا. عندنا نكهه الرمان ونكهه التوت. هدول اجدد نكهتين اضفناهم على العائله تبعت كنزة. واحنا كمان عندنا حجمين، عندنا الحجم ال 320 مل وعندنا الحجم ال 250 مل. قريبا راح يكون عندنا كمان ال 185 مل اللي هو بسموه الصغار البيبي. هذا الشيء انه في الناس اللي عاملين دايت بدون سكر طبعا. ليش ما بنستهلكش غيرها؟ عندنا الليمون وعندنا الكولا كمان. دكتور، يعني بس بلشنا الحديث معك، لورينا قالت الناس بتقول بكل مكان بيمشوا فيه بالشوارع بيلاقوا بن معروف. احكي لنا قديش في فرع لبن معروف؟ احنا معروف مقسم لاكثر من قسم. نعم. عندنا معروف كوفي، هو المحل اللي بيبيع القهوه مطحونه لايف قدام نعم. الزبون.
عندنا معروف كافيه، وهي المكان بتقدر تقعد فيه وتاخذ درينك تبعك وإن كان ساخن أو بارد. وعندنا منيو متنوع من السالادز والساندويشز والديزيرتس والمشروبات أكيد. وعندنا معروف بيكري. معروف بيكري اللي هو هذا مخصص للبيتزا والمعجنات، كمان بتنعمل لايف قدامك سلام. قدام العميل. عندنا معروف شوكليت كمان، هذا ريسنتلي كان اللي هي مخصص بس بالشوكولاتة. هدول هم كمعروف عائلة بن معروف. الأفرع احنا موجودين 50 فرع موزعين بالمملكة من شمال لجنوبها، من العقبة لأربد. ما شاء الله عن جد، يعني زي ما حكينا موجودين دائما بكل محل وهو المطلوب. خارج الأردن دكتور احكي لنا، هل في تواجد كمان لفروع خارج الأردن؟ أكيد احنا موجودين بهونغ كونغ بالصين. ما شاء الله. هونغ كونغ. هونغ كونغ أكيد. حتى تتفاجئ زبوننا مش العربي كمان، حتى حلو. زبوننا الصيني كمان عم بحب الكلتشر اللي خلينا نسميه الشرق أوسطي. طبعا بمنتجاته بالتيست تبعه. كمان الفرع الثاني عندنا فرعين بالعراق. نعم. موجودين. وقبل أسبوع فتحنا فرع بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. وهلأ إن شاء الله قريبا راح يكون فرع في عمان. ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله على خير بالتوفيق. اكيد متحمسين نعرف عن المنتج الجديد. بدي احكي سريعا بس عن منتجاتنا احنا. طبعا احنا موجودين بالاسواق، يعني بالسوبر ماركت، بالمؤسسه، بالمولات، موجودين على الشلف. نعم. كمان احنا منتجاتنا موجوده من خلال افرعنا، يعني بتقدر انت من الفرع مباشره تاخذ القهوه ان كان طحن مباشر او من خلال الباكج الموجود، او من خلال المحلات المنتشره ان كان سوبر ماركت او مول او مؤسسه. حلو. المنتج الجديد هو عباره عن الكابسولز. احنا عندنا بهاي هذا الباكج تبعنا موجود ب10 فليفرز موزع، يعني اذا بدك تحيره خيره. حلو كثير. خلينا الزبون يكون يعني يختار النكهه اللي ارضيتوا جميع الاذواق. عم بطلع على الفليفرز بشهوا. منظرهم. طبعا احنا فروم سكراتش عم نشتغلوا في مصانعنا. نعم. احنا من المزارع للمصنع عندنا الريسيبي تبعنا بكون عندنا، وعم نهتم بالديتيلز من حيث التصنيع، من حيث الباكجينج، من حيث كيف يصل للمستهلك بأعلى المواصفات. بالإضافة كمان احنا وفرنا الماكينة تبعت الإسبريسو، وطبعا هاي الماكينة مواصفاتها انها بتشتغل على كل انواع الكابسولز. يعني احنا اليوم ان كان الكابسول العريض او الكابسول الرفيع، بالاضافه كمان انت بتقدر القهوه التركيه تحضرها من خلالها. فهي ملتي، يعني هاي رائعه. ملتي تاسك. حتى شكلها حلو، بزبط نحط بالمطبخ للستات اللي بيحبوا يحطوا حديث هيك. هي الفكره اليوم الوقت. صح. يعني السرعه ما في عنده وقت، يعني بالمكتب اليوم مستعجل، في البيت الصبح بيشرب قهوته، فانت سهلت الحياه والله حتى تحضير للمستهلك بطريقه انه بس حط الكابسولز واختار النكهه اللي بدك اياها. كثير حلو. واعملها بشكل سريع. وكمان هي يعني حجمها صغير، ما بياخذ مساحه، بتقدر تحطها بالمكتب، بتقدر تحطها عندك في الكوفي كورنر. عندنا لونين هلا، الاحمر والاسود. بالاضافه كمان احنا عندنا تشكيله واسعه من الاكسسوارات. يعني اي فرع بتروحه اليوم بتشوف مجموعه من الاكسسوارات، ان كان الكب، ان كان الحافظه، ان كان وات ايفر بتحب اليوم باعلى مواصفات، انك انت تاخذ شيء اليوم تحطه بسيارتك، تحطه ببيتك، تاخذه معك على الشغل بشكل جيد. وممكن كمان نعرضهم خلال الحلقة. أكيد. عندنا مجموعة متنوعة من الإكسسوارات متوفرة بكل فروعنا طبعا. يعني بدي هيك أشاركك شغلة دكتور، دائما الواحد بيفكر إيش ممكن ياخد معاه هدية إذا رايح عند شخص بلش مثلا نعم. شغل بمكتب جديد، على بيت، على كذا، للستات خصوصا عشاق القهوة. يعني طبعا. أنا مثلا من عشاق القهوة، كتير حلوة فكرة إنه هاي كمان تتاخد كهدية مع إكسسواراتها، ومع هيك كم من وحدة من نكهات القهوة. جد فكرة مرتبة وحلوة بشبرك، ومنلفها بشبرك عليها. شو بدهم أحلى من هيك؟ ما في أحلى من هيك. خلينا نحكي شوي عن الريحان وفروعه. خبرنا شوي عن الريحان. الريحان هو عبارة عن لايف ستايل، يعني إذا بدك تعطيه صفة ما بتقدر تعطيه تحكي هذا بزورية، هذا محمص، هذا. كان الفكرة بالريحان إنه يكون إنه أنت عم بتفوت على المحل بدك تتشهون، يعني صح. بدك تشم الريحة. روائح. عملنا كونسبت جديد هو الوحيد بالأردن حاليا، اللي هو ريحان فاكتوري. هو سيمي فاكتوري، يعني أنت بتفوت على الفرع اللي هو الفرع الموجود بخلدة، هو الفرع الأكبر بالأردن للريحان، وعلى مستوى
المحامص او البذوريه الموجوده بالاردن هو ستيل ستراكشر موجود باعلى مواصفات والهاي سيلينج، بطريقه انه الماشين كلها موجوده عندك في المحل. انت بتفوت كانك فايت على مصنع مصغر، عم بتشوف كل شيء عم بتحضر قدامك، وبتعرف الفريشنس. الزبون بحب هاي الاشياء قدامه لما تشوف الاشياء طازه ومحضره بشكل مرتب وقدامك. بشوف الهيلثي، بشوف تراست اكثر بالمنتج. المكسرات قدامك عم تتحضر، حتى يعني الطابقين مفتوحين على بعض والمكسرات عم تتحمص تحت وعم تنزل على البسطه قدامك. كمان نفس الشيء عم بتحضر. الزعتر قدامك بنقدر نحضر لك اياه. البهارات فريش كمان عم نقدر نطحنها. عندنا كمان الطحنيه سمسم بيور عم بينطحن قدامك وبتاخذ الطحنيه بشكل لايف. عندنا مصنع للشوكولاته باي ذا واي كمان بريحان، هذا الفرع تحديدا. عم بتشوف القوالب كيف عم تتصب وعم تتحضر، وبتقدر تاخذ هدايا معك. فهو ريحان احنا بنحكي لايف ستايل مختلف. انت بتفوت على الفرع بدك تاخذ شيء معين، عم بتلاقي حالك يعني مبسوط في المكان وعم تعيش التجربه. صح. وهاي الفكره اللي عملناها لاقت استحسان من الناس، والحمد لله اليوم حتى بيجوا سبيشل من تحديدا دول الخليج. عندنا الزعتر مميز لانه احنا الزعتر الرو بنجيبه من جنين، بنحضره عندنا في مصانعنا بأعلى المواصفات. فبقول لك زعتر ريحان يعني اليوم له تاتش معين مختلف عند الناس مختلف. حتى أنا بلاحظ شغلة لازم هيك أذكرها، بس أطلب أي شيء من الريحان. أنا من الناس اللي بحب هيك أفضل الأشياء بعلب مرتبة من الريحان، بتوصلني بالعلبة جاهزة. العلبة مرتبة جاهزة، بقدر أحطها بدون ما أفضي. برافو عليك. بتعرفوا أنا بطلت أفضي بالعلب اللي كنت أشتريهم فاضية. حلوة علبهم مرتبة وجاهزة، بتنحط في الخزانة تكون مرتبة. تو أوبشن، إن كان بدك تاخذيه بعلبة موجود، وإن كان بتقدر توزنيه. حتى في عندنا كمان من الأشياء كرياتيف الموجودة اللي هي بهارات المجنونة، عاملينها بشكل سيخ الشاورما، انه كل طبقه موجوده عم بتقصها قدامك وعم لازم تعملها ميكس قدامك. فهي نوع من انواع تعيش التجربه انت اليوم كيف البهارات عم تتحضر. جدا تفكيركم على مستوى طبعا موجودين بالاردن الحمد لله باكثر من 76 فرع، بالاضافه ل عندنا بمطار الملكه عاليه بالديوتي فري عندنا كمان فرع. اذا واحد مسافر وبده يطلع مستعجل وبده ياخذ هديه معه أنا بنطلب مني زعتركم دائما بس أروح على لبنان، لأنه زوجي لبناني، فدائما بتوصى على زعتر من الريحان، فدائما باخذ معي. نعمل له شيء لبناني خاص أكيد. هلا لازم نحكي هيك بشكل سريع عن أبو عودة ستورز، وما شاء الله كل هاي الأشياء الموجودة عندكم. حابين نعرف قد إيه عدد الموظفين بالمجموعة كاملة؟ بداية خلينا أحكي لك عن أبو عودة ستورز. أبو عودة ستورز موجود ب3 أفرع. نعم. يمكن أبو عودة ستورز شوي مختلف لأنه في كتير من السوبر ماركت والمولات. هو موضوع مش بعدد قد ما هو بالكواليتي تبع الفرع. احنا موجودين مهتمين بالفريش، يعني البيكري الموجود في أبو عودة ستورز كله عم بتحضر مباشرة لايف، عم بنزل في مكان بتحضر بالطابق الثاني وبنزل مباشرة في المصعد. فأنت بتعيش التجربة وأنت في المخبز موجود، إن كان الملحمة إن كان الخضرة إن كان الديلي، هاي الأشياء بشكل مرتب. الساينج الموجود، السيرفس اللي إحنا بنستخدمها، الكواليتي تبع البضاعة. فإحنا مهتمين بالديتيلز بهذا، والفيريتي الموجود بالأنواع الموجودة. والمحل كوزي باي ذا واي، يعني بتشوف في محل أنت واسع وعم بتوه وأنت بدك تدور على الشغلة، فأنت بتلاقي أغراضك كلها في مكان واحد ومكان أكسس سهل وبشكل سريع. صار مميز باغراضه اللي موجوده. يعني انا وصحباتي صرنا نعرف مثلا جعبالي يا لنجي روحي على ابو عوده بيعملوا اسكا، يا لنجي جيبي عندهم المعجنات كثير زاكي الخبز. بالضبط. احنا عندنا كيتشن خاص عم نجهز كل هاي الامور عندنا بابو عوده ستورز. وباي ذا واي عم نعمل كمان سيرفيس للايفنتس، يعني اذا حدا عنده بالضبط كيترينج للايفنتس بنقدر نلبيه بشكل كامل من A to Z. احنا عدد موظفينا بالمجموعه تقريبا 1600 موظف موزعين على مجموعة شركات. بالإضافة عندنا شركة كمان بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهي مخصصة للفستق الحلبي. احنا المصنع الوحيد بالأردن نعمل عملية تقشير للفستق الحلبي، واليوم الترند اللي عم بيطلع للفستق الحلبي بشكل رهيب. وهذا باي ذا واي هذا الشيء اللي عملوه بالفستق الحلبي. باي ذا واي الترند هذا خلقته أمريكا اليوم للفستق الحلبي. اليوم أمريكا دخلت اللوز في الأطباق لكل العالم، حتى المنسف اليوم سابقا ما كان حط لوز. اللوز هو بيجي من أمريكا، فخلقت شيء إنه ينحط
اللوز على المنسف. الان عم بيخلعوا شجر اللوز وعم بيزرعوا فستق حلبي، عم بيخلقوا شيء جديد للفستق معقول الحلبي. نصير نحط فستق حلبي على المنسف؟ ما ظنيتش. لا ما بالبقوا مع الحلو اللي بعد المنسف. ايوه بالضبط. تاخذي سناك. كيف كنافه بعد المنسف صرت بقول على الكنافه سناك. على الكنافه مقبوله سناك اكثر. فستق حلبي. نعم. فهذا هي المجموعه بشكل عام. بعدد موظفينها، وهي طبعا الموظفين لها اسر بتشتغل بهذا. بنتمنى كمان يعني انه احنا نكون اسره واحده اليوم كموظفين بهاي السفينه احنا بنسميها، وكلنا راكبين فيها ان شاء الله. بنقدم عن جد، واكيد راح نقدم شيء مختلف دائما بانتظار شيء جديد من مميز. عندكم بشكل مستمر. دكتور انس، يعني بدي اشكركم صراحه، يعني ثانك يو انكم شرفتونا بمعروف كافيه اليوم، وزدتونا شرف ومبسوطين فيكم، واحنا شركاء اكيد. طبعا احنا دائما سعيدين بتواجد معكم. اكيد طبعا، يعني عن جد شكرا لك، واحنا فخورين جدا بشركه اردنيه، مجموعه اردنيه مثل مجموعتكم. خلينا نحكي ان شاء الله دائما تكونوا من يعني ضلكم في تطور مستمر، ودائما نستنى من عندكم شيء جديد برضه بشكل أكيد مستمر. يعطيكم الف عافيه. شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه. اهلا. اذا مكملين معكم مشاهدينا زي ما قلنا، يعني لما بلشنا حلقتنا واحنا بنحكي عن القهوه ومحبي القهوه، برجع بقول ما في أذكى من القهوة إلا ببون معروف. مكملين معكم لأنه ذكرنا سيرة القهوة، رح نستضيف بعد الفاصل أخصائية تغذية لنعرف عادات صحية بشرب القهوة والكافيين مع أكيد زين النمري بعد الفاصل.